انا متأكد ان الفيديو ده بأمر الله هيكون نقطة انطلاقة كبيرة جدا لي. انا حاسس بيك وعارف ان في ضغط كبير جدا من اهلك ومن كل اللي حواليك، وكل الناس حواليك منتظرك ان انت تخش الكلية اللي هم نفسهم فيها واللي انت نفسك فيها برضو، سواء كانت كلية طب او كلية هندسة. وشايف برضو في عينك دلوقتي كمية الضغط وكمية التراكمات وكمية التفكير المفرط في امتحانات الثانوية عامة واللي انت مراكمه واللي لسه جاي والكلية والتنسيق. بص، انا شايف كل حاجة في عينيك، وبإذن الله في الفيديو ده يخرجك من كل ده في ثانية. بس انا عاوزك بس تعمل حاجة واحدة، ان انت تكمل معايا الفيديو للآخر، وانا بأمر الله هسرع كلامي ومش هطول عليك. يعني انا هقول لك على كل حاجة وخلاصة الخلاصة كمان وبأسرع ما يمكن. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان ننزلك فيديوهات جاية بأمر الله. مبدئيا كده الفيديو ده انا مش محضر له خالص، وانا هقول لكم على كل اللي فيه دون من وحي خيالي. وانا كنت الحاجات دي كلها كنت نفسي اسمعها في ثانويه عامه، والنصيحه دي انا والله كان نفسي حد يقولها لي، لكن الحمد لله انا عديت بيها والحمد لله السنه خلصت، فانا حابب اقولها لك عشان ما تقعش فيها تاني. مبدئيا كده الثانويه العامه بقت سبوبه وتجاره كبيره جدا في الفتره الاخيره، سواء من مدرسين، سواء لمنصات، سواء لسناتر، سواء لكتب، سواء لمذكرات. بص، كل حاجه دلوقتي بقت سبوبه وتجاره كبيره جدا. كل الناس عاوزه تكسب من وراء طالب ثانويه عامه. بشوف دلوقتي حاليا على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، مراجعه ليله الامتحان، مراجعه ما قبل ليله الامتحان، مراجعات نهائيه، نص السنه، معسكر الترم الاول، معسكر الترم الثاني، ما قبل الامتحان بيوم، ما قبل ده كله ل 10 15 مدرس في كل ماده. وده كله انا شايف ان هو بيشكل تشتت وضغط كبير جدا للطالب. الطالب مثلا اشترك وليكن مثلا في الفيزياء مع مستر محمد عبد المعبود، وشاف مثلا لدكتور كيليس برضه معسكر نزل في نفس الفتره، وشاف مثلا لمستر محمود مجدي. فهو الطالب عاوز يشترك مع كل ده عشان يكون ملم بكل المعلومات، وهو مفكر ان كل حاجه، يعني مثلا مستر محمد عبد المعبود مزود معلومات عن مستر محمود مجدي، وشايف ان مستر محمود مجدي مزود معلومات عن مستر محمد عبد المعبود، فهو عاوز ياخد كل حاجه من كل مدرس. ودون هيشكل ضغط كبير على نفسيته، ان هو عاوز يشترك مع كل حاجه. وفي نفس الوقت اصلا ان هو مفيش اصلا وقت يشترك مع كل ده. وطبعا الماديات، انا حاسس بكل اب وعارف ان كل عيله بتبذل اقصى ما عندها على الطالب عشان يطلع احسن ما يمكن، وكمان يشرف اهله. والاب والام عاوزين يشوفوا نظره الفخر في عين ابنهم وعينهم يوم النتيجه، وما يقفلوش على نفسهم الباب زي كل الناس اللي هي ربنا ما وفقهاش. فانا عاوز اقول لك حاجه بس كده، والله العظيم النصيحه الاهم ليك يا طالب ثانويه عامه. وانا بص يعني بدردش معاك اصلا، يعني بقول لك الخلاصه دي، والله النصيحه دي من قلبي وانت تعز عليا جدا لو انت تسمع الفيديو لحد الاخر. انا بقول لك النصيحه دي انت تعز عليا والله. اشترك مع المدرس الوحيد اللي انت بتفهم معاه، سواء فيديو شرح بسيط، يعني مثلا الفصل الاول في الاحياء، ليه تسمع 5 ساعات شرح ليه و4 ساعات حل، وتخش لك كمان في 3 ساعات انت تذاكر، يعني 12 ساعه في فصل. دون مضيعه كبيره جدا للوقت ومضيعه عليك يا طالب ثانويه عامه. انا من وجهه نظري لو انت مثلا مراكم الفصل الاول احياء او الفصل الاول فيزياء او الفصل الاول كيمياء، هات الكتاب وابدا اللي انت ذاكر انت واحفظ القوانين انت، وبص وهات ورقه وقلم واكتب كل معلومه واحفظها انت وظبط كل حاجه وقفت معاك. هي الحاجه دي اللي انت هتبدا تجيب شرحها من اليوتيوب وتسمعها. اكتر من كده ما تعملش حاجه اكتر من كده. وعندك برضو فيديوهات الحل، حل انت مع نفسك وشوف انت غلطت في ايه، وابدا اللي انت هات حله من اليوتيوب. دي الحاجه الوحيده اللي انا كنت عاوز اقولها في الفيديو ده. اعتمد على نفسك اكتر ما تعتمد على مدرسين. انا قلت لك لسه بقول لك الثانويه العامه بقت سبوبه وتجاره كبيره جدا. اعتمد على نفسك، ما تقعدش تشترك مع المدرس ده والمدرس ده والمدرس ده بيشكل ضغط كبير جدا على نفسيتك وتشتت كبير جدا. وعاوز تجيب كتاب مدرس ده، وعاوز تجيب مذكره فلان. ليه تعمل كل ده وانت عارف ان انت مفيش وقت اصلا؟ هات الكتاب انت واعتمد على نفسك وابدا ذاكر، وابدا اعتمد على نفسك، ما تعتمدش على مدرس وما تعتمدش على فلان ومذكره فلان هتخليني اقفل الامتحان. مفيش الكلام ده، ذاكر انت. ووالله اعتمادك، يعني مثلا المدرس اللي انت بتسمعه ده شرح انت بتاخد منه مثلا 30% شرح، لو انت مركز في المحاضره بنسبه 100% بتاخد 30% شرح، وال70% بيعتمد على جهدك انت. فانت لو مراكم حاجه ابدا هات الكتاب انت وذاكر منها، والحاجه اللي تقف قدامك هاتها واسمعها انت. لان حرام والله العظيم حرام وضياع كبير الوقت انك تسمع مثلا لفيديو كيمياء الفصل الاول كيمياء مثلا 5 ساعات شرح و4 ساعات حل و3 ساعات انت تذاكرهم و3 ساعات حل بعدهم. ليه حرام والله يا طالب ثانوي عام.
كمان النصيحة الأخيرة بقى عشان نختم بقى الفيديو، زي ما قلت لك أنا هتكلم بسرعة عشان نخلص الحوار على طول. بلاش تفكير مفرط في النتيجة وامتحانات الثانوية عامة، خلاص والجدول اتحط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذاكر بقدر ما أنت شايف، ذاكر بقدر ما أنت تجيب آخرك. كنت بسمع دايما مقولة من جيو ماجد إمام: قد ما عليك ولا عليك. يعني ذاكر ومالكش دعوة باللي هيحصل يوم النتيجة، مالكش دعوة باللي هيحصل في التنسيق، مالكش دعوة بالكلية اللي هتجيلك. ذاكر وأدي كل ما عليك. هيجي واحد دلوقتي يقول لي انت كل حياتك بتتكلم فيها فيديوهات عن ثانويه عامه والحوارات دي. انا الحمد لله دخلت كليه طب علاج طبيعي، دخلتها بالخاص وبالفلوس، لكن انا حابب اقول لك ان انا بذلت اقصى ما عندي في ثانويه عامه، والحمد لله في الترم الاول جيد جدا مرتفع الحمد لله رب العالمين. ولسه في حاجات تانية هقول لكم عليها الفتره الجايه بس مش عاوز احرقها. يعني الحمد لله انا بقول لكم على الحاجات دي من واقع التجربه. فانت اعتمد على نفسك وقد ما عليك ولا عليك، والنتيجة والتوفيق والكل. وبص كل حاجة في الثانوية العامة هي توفيق من ربنا، سواء انت اديت ما عليك عشان ما تجيش يوم النتيجة وتندم ان انت ما ذاكرتش. لا، ادي ما عليك ولا عليك، اعتمد على نفسك وذاكر وظبط على حالك. ويوم النتيجة النتيجة دي مكتوبة لك من قبل ما تولد، وهي توفيق من ربنا في الاول والاخر. ربنا شافك في المكانة دي، ربنا شافك في الكلية دي عشان عارف ان انت الكلية دي هي من نصيبك، انت احسن ما يمكن في الكلية دي. انت مثلا كلية الطب دي هتبقى هتخلي حياتك كابوس، فربنا بعدك عنها. اعتمد على نفسك وذاكر ومالكش دعوه بالمدرسين والتشتت الكبير اللي بينزلوه ومعسكر فلان وحل فلان، مالكش دعوه بحد. اعتمد على نفسك وهات الكتاب انت وذاكر. والله العظيم انا كنت في بدايه ثانويه عامه كنت باخد عند مدرس ما انجليزي، تمام، ويعني ما كنتش بفهم منه لحد ما، ولكن جيت في نص السنه وجبت مستر عبد الحميد حامد، والله العظيم الكلام ده هذا حصل، وكان منزل السكيلز والجرامر كله 6 ساعات. انا لما سمعتهم انا فهمت، يعني انا لما سمعت الحاجات دي انا فهمت. فانت حرام ان انت تهلك نفسك في وقت ومجهود مع مدرس انت مش فاهم منه عشان الطلبه كتير بياخدوا عنده، عشان مثلا مشهور. خد مع المدرس اللي انت بتفهم منه حتى لو بياخد عنده واحد بس، افهم المعلومه وطبق عليها عشان توصل للي انت عاوزه. بس كده، سلام.